الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، يشرفني جدا أن أكون في هذا المؤتمر المبارك معكم في هذه الأيام المباركة، راجي من الله عز وجل أن يستعملنا صالحين، وأن يكون يبارك في عملنا هذا، وأن يجعله سببا لتيسير أمور إخواننا أيغور في تركستان الشرقية. حينما نستمع إلى المعاناة التي يعيشها يوما بعد يوم إخواننا في تركستان الشرقية، لا نرى إلا صورة متكررة في هذه السنوات الأخيرة لأحوال المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. نحن كبشانقة الذين يعيشون في بوسنا وهرسك وفي صربيا عشنا وما زلنا نعيش أجواء وأحوال متشابهة جدا، من الظلم والاضطهاد والقتل وإبادة جماعية وإلى غير ذلك. ولكن ما أريد أن أذكر نفسي وأذكركم أننا لابد أن نوقن حق اليقين أن جميع تلك المعاناة التي نشاهدها لإخواننا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي هي ليست مؤشرات سلبية، بل هي مؤشرات إيجابية، بل هي مؤشرات إيجابية ومبشرات، لأنها تشير أن الأمة ليست نائمة كما كانت نائمة سابقا، بل أن الأمة المحمدية بدأت تستيقظ وبدأت ترجع إلى الله عز وجل وترجع إلى دورها التي أريد لها من الله عز وجل. لذلك نرى أعداد كبيرة جدا من غير المسلمين يسلمون، وأعداد كبيرة من المسلمين يرجعون إلى دينهم، وإن كانوا عاشوا 40-50 سنة نائمين تماما عن دينهم وواجباتهم الدينية. أنا أتذكر مسجدا في منطقتي التي ولدت فيها حينما كنت طالبا، لم يكن في صلاة الجمعة فيه إلا شابان أو 3، بينما اليوم عدد الشباب في هذا المسجد أكبر بكثير، أو يكون ما يقارب 2 أو أكثر، وهؤلاء كبار السن يعني عددهم قليل جدا. لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. حتى نصل إلى هذا الهدف لابد أن نمر في هذه المراحل، فيها صعوبة، وفيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي أو على الناس القابض على الإيمان أو الإسلام كالقابض على الجمر، يعني لابد من تضحية ومن الصبر، والله عز وجل تكفل لنا بالنجاح آجلا أم عاجلا. لذلك حتى لا أكرر ما قاله الأساتذة الأفاضل، أريد أن أنوه فقط إلى نقطتين. نقطة أولى تتعلق بخبرة بوسنوية. من هذه الخبرة رأينا، وهي أجواء متقاربة جدا بأجواء التي يعيشها إخواننا في تركستان الشرقية حاليا، رأينا وتأكدنا كم هو مهم يعني نشاط ودعم جالية بوشناقية من الخارج لقضية بوسنوية في داخل، ورأينا كم هو مهم مساندة الدول الإسلامية لقضية بوسنا وقضية بوشناق، ورأينا أيضا كم هو مهم مساندة دول الغربية ومؤسسات الدولية لقضية بوسنا. ولكن تأكدنا أيضا أن الأهم من كل ذلك هو القوة المحلية والوحدة المحلية للشعب البوسنوي ومناضلتهم لقضيتهم وتنظيم صحيح، فهذا ظهر أهم من كل هذه العوامل الأخرى. هذا يشير لنا ولإخواننا في تركستان الشرقية أنه كان وما زال الثقل الأكبر عليهم والواجب الأكبر عليهم، والمساندة مطلوبة وواجب علينا جميعا قدر الاستطاعة. وإشارة أخرى أو تنويه الآخر في هذا الصدد،
نحن نعلم أن هذه المشاكل كلها التي تجول في العالم هي صراع بين الحق والباطل، بين دين الله عز وجل وبين الأديان المنحرفة والمخترعة. ولكن يجب أن نفكر مليا كيف تطرح هذه قضية على مستوى العالمي وعلى مستوى الدولي وعلى مستوى المؤسسات الدولية. إذا طرحت هذه المسألة كمسألة الدينية سيكون موقفها ضعيف جدا، لطالما نعرف جميعا أن الحرب ضد الإرهاب أعلنت وفتحت منذ سنوات، ولا يعنون بذلك إلا المسلمين. وإنما ما رأيناه من الخبرة في بوسنا وفي صربيا أن الموقف يكون أقوى بكثير إذا طرحت هذه القضية كقضية قومية وحقوق شعب معين له خصوصياته، له لغته، له جميع المتطلبات الأخرى التي تجعله شعبا له حقوق ثابتة قانونيا يطالب بحقه. لذلك نحن حتى الآن نعاني من المحاولات الصربية التي لا تبرح حتى يصورونا كأننا مجموعة مسلمة، مجموعة دينية، وبذلك مباشرة يستطيعون أن يخففوا من قوتنا ويخيفوا هؤلاء الجهات المعنية التي باستطاعتها أن تدعم قضيتنا وقضية إخواننا أويغور في تركستان الشرقية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع، أسأل الله عز وجل أن يعجل فرج إخواننا في العالم كله، وأن يعجل تحرير جميع البلاد التي تحت سيطرة أعداء الدين والإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا صالحين على أتم وجه يرضيه عنا، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.